الفيديو ده هيكون مختلف شوية عن فيديوهات الريفيوهات اللي أنا بنزلها عادة، لأن الفيديو ده هيكون فيه عروض مميزة لبعض الأجهزة الإلكترونية زي اللابتوب والتابلت والموبايلز، فالفيديو هيكون فيه فرص وعروض لأجهزة كتير وأتمنى إن ناس كتير تستفيد منها. وطبعا زي ما أنتم عارفين الفترة اللي احنا فيها دي فترة تباعد اجتماعي، فأي حد قدامه فرصة إن هو يخلص الحاجة بتاعته من البيت أكيد هيعمل كده بدون تردد. وحتى التعليم وقت ورا التاني بنشوف إن في خطوات بتتخذ علشان الموضوع يبقى رقمي بشكل أكبر، وبالتالي أي طالب لازم يكون مستعد بالأداة اللي تخليه يخش في عملية التحول الرقمي دي من غير ما يواجه مشاكل، سواء الأداة دي كانت موبايل أو تابلت أو حتى لابتوب. وبالتالي العروض اللي هتكلم عليها النهارده عروض باك تو سكول من 2B. العروض هتلاقي فيها كمية أجهزة كتير عليها خصومات بشكل كبير سواء موبايل أو لابتوب أو تابلت، وأعتقد أول عرض محتاج أبدأ بيه وهو خصم تقريبا 2500 جنيه على لابتوب من ايسر. وخليني أقول لكم على التفاصيل بتاعته. الجهاز هو ايسر اسباير 3 A315، والجهاز ده جاي بمعالج انتل من الجيل العاشر 10510U. ولما دورت على اختبارات اداء للمعالج ده لقيت ان هو تقريبا متساوي مع اختبارات اداء المعالج اللي موجود في اللابتوب الجيمنج بتاعي اللي بيستخدمه في مونتاج كل الفيديوهات اللي على القناه هنا. ولكن اللابتوب الجيمنج بتاعي اكيد قديم شويه، فالى حد ما المعالج اللي موجود في اللابتوب ده هتلاقيه بيقدم لك اداء كويس. الجهاز كمان جاي معاه رام بحجم 8 جيجا بايت ومن نوع DDR4، وكارت الشاشه اللي في اللابتوب هنا هو نفيديا MX 230، والكارت ده جاي بحجم 2 جيجا. والكارت ده يعتبر هو الاعلى في الفئه السعريه اللي نازل فيها اللابتوب ده اللي هكلمكم عليه كمان شويه. الجهاز كمان ما اثرش اطلاقا في الذاكره الداخليه بتاعته، لان الجهاز جواه هاردين. الهارد الاول جاي بحجم 1 تيرا وده هارد عادي، والتاني جاي SSD بحجم 256 جيجا علشان تثبت عليه نظام التشغيل والجهاز يكون سريع معاك. وبما ان هنا جبت سيره نظام التشغيل، فالجهاز هنا جاي بنظام تشغيل ويندوز 10 نسخه اصليه مثبته مسبقا على الجهاز، فانت حرفيا لما هتجيب الجهاز هتطلعه من علبه وتستخدمه بشكل مباشر على طول من غير ما تخش في عمليه ان انت تثبت ويندوز وتنزل التعريفات والحاجات دي كلها، فدي نقطه مميزه. سعر الجهاز ده بقى 12500 جنيه، ولكن مع 2B انت تقدر تبدل جهازك القديم بالجهاز ده وتاخد خصم 2500 جنيه عليه، فبالتالي سعر الجهاز ده هيبقى 9999 جنيه، هي 10000 جنيه يعني. وتقدر تعمل ده من خلال الموقع بتاع 2B، وانت بتشتري اللابتوب هتدخل كوبون سيف 2500 علشان تقدر تاخد الخصم اللي هيحصل لما تبدل اللابتوب القديم بتاعك مع اللابتوب الجديد. وبالمناسبه اللابتوب القديم بتاعك هنا مش لازم يكون بمواصفات عاليه، هو كل الفكره ان هو يكون شغال ومعاه الشاحن بتاعه علشان تبدله باللابتوب الجديد. لو الميزانيه بتاعتك اقل شويه ففي اختيار لابتوب تاني ساري عليه برضو عرض التبديل ده، وهتاخد خصم 2000 جنيه لما تبدل اللابتوب القديم بتاعك معاه. واللاب التاني ده هو HP 15 ومواصفاته كالتالي. الجهاز جايب معالج اقل شويه انتل كور i5 10210U جيل عاشر، وكمان المعالج ده برضو رباعي النواه فهيقدم لك اداء كويس. والجهاز مع كارت شاشه اقل شويه MX 110 وجايب حجم 2 جيجا كمان، وكمان الجهاز هتلاقي فيه 8 جيجا بايت رامات من نوع DDR4. واخيرا الجهاز جايب هارد حجمه 1 تيرا. لو هنتكلم على السعر في الجهاز ده سعره المعتاد 10000 جنيه، ولكن لما تعمل عمليه تبديل اللابتوب القديم باللابتوب الجديد الجهاز ده سعره هيقف عليك ب 8000 جنيه، وده يعتبر سعر ممتاز جدا على المواصفات اللي بيقدمها. وطبعا تقدر تعمل ده من خلال الويب سايت عندهم، وانت بتعمل عمليه الشراء استخدم كوبون سيف 2000 علشان يعمل لك خصم 2000 جنيه لما تبدل اللابتوب ده مع لابتوبك القديم. ولو انت مش معاك اصلا لابتوب وعمليه التبديل دي مش مهمه بالنسبه لك، فهم اوريدي عندهم اختيارات لابتوبات كتيره، وعندهم لابات بتبدا من 3900 جنيه زي لابتوب لينوفو ده، ولكن اللابتوب ده مواصفاته قليله على قد سعره، فما تتوقعش منه اداء مثلا لابتوب جيمنج ولا حاجه، هو لابتوب يعني اقتصادي جدا. ولو انت عاوز تسالني طيب هو 2B هيستفيدوا ايه لما ياخدوا اللابتوب القديم بتاعي ويدوني لابتوب جديد بخصم؟ والفكره هنا ان 2B بياخدوا اللابتوب بتاعك وبيتبرعوا بيه لجمعيه رساله علشان يقدموه للناس اللي ما عندهمش امكانيه ان هم يشتروا لابتوب. والحقيقه دي لفته اجتماعيه كويسه منهم، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها، وفي ناس كتير بتواجه بعض الظروف الماديه اللي بتخليهم مش قادرين يلبوا الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم. والحقيقه الموضوع ده ما توقفش عند كده، بل ان 2B عاملين موضوع تبديل الحاجه القديمه بالجديده ده حتى مع شنط اللابتوبات، فانت لو معاك شنطه لابتوب قديمه ممكن تروح وتبدلها مع شنطه جديده، وهتاخد على الشنطه الجديده خصم 20%، و2B هياخدوا الشنط دي كلها ويعملوا لها اعاده تجديد ويتبرعوا بيها برضو للناس اللي ما عندهمش امكانيه ان هم يشتروا حاجه زي كده. فعموما الموضوع لفته اجتماعيه لطيفه من الشركه تجاه المجتمع اللي هي موجوده فيه، فنقطه احييهم عليها. بعيدا بقى عن موضوع اللابتوبات، فاكيد انت مستني اتكلم عن عروض الموبايلات، فخليني اقول لك ايه العروض اللي موجوده. مبدئيا كده اغلب الاجهزه اللي موجوده على الموقع عندهم هتلاقي عليها عروض، وهنا انا بتكلم على الموبايلات. وبالاضافه الى ان الموبايلات دي اصلا عليها عروض بتوصل لحد 20%، فما زال برضو في كوبون خصم
لو استخدمته هينزل لك كمان 10% من قيمه الموبايل بحد اقصى 150 جنيه، والكوبون ده هو B2S 10 وتقدر تستخدمه مع موبايلات كتير من اللي موجوده عندهم على الويب سايت. على سبيل المثال الريلمي سي 3 هتلاقي سعره وصل مع الكوبون ل 2340 جنيه، وده يعتبر سعر ممتاز جدا على القيمه اللي بيقدمها. وبرضه عروض الموبايلات مش شرط انها تكون خصومات بس، لان حاليا مع النوت 20 والنوت 20 الترا هم عاملين عرض ان انت تقدر تقسط الاجهزه دي لمده سنه كامله بدون فوائد اطلاقا. فلو عاوز عروض بخصم فلوس بالاضافه لخصم الكوبون دي هتلاقيها موجوده، ولو عاوز عروض من حته ان انت تقدر تقسط بدون فوائد فدي كمان موجوده. وبعيدا عن عروض الموبايلات واللابتوبات فهم برضه عاملين عروض كويسه على الهاردات والفلاشات ووسائط التخزين عموما، فممكن برضه تبص عليها لو محتاج فلاشه او كارت ميموري او حتى هارد خارجي لللابتوب بتاعك. ضيف على كده ان هم عندهم عروض كتير للبرينترز او الطابعات اللي موجوده على الويب سايت عندهم، ولكن انا لفت انتباهي عرضين لطباعتين موجودين على الويب سايت عندهم. الطباعه الاولى دي من اتش بي وبعد الخصم سعرها 1349 جنيه، والطبعه دي بتقدر تطبع ابيض واسود او حتى الوان، ولكن المميز فيها ان الانك تانك او الحباره بتاعه الطبعه بتقدر تطبع معاك من 6000 ل 8000 ورقه للحباره الواحده، فده يعتبر رقم ضخم وطبعه اعتماديه جدا تقدر تعتمد عليها لفتره طويله. ولو انت من الناس اللي بتفضل الطبعات بتاعه كانون ففي طبعه كمان كانون نازل عليها عرض كويس، الطبعه دي ب 2100 جنيه، والمميز في الطبعه دي ان هتلاقي جاي معاها فاوتشر ب 100 جنيه، بالاضافه ان جاي معاها هديه كابل يو اس بي عشان توصلها بالكمبيوتر، بالاضافه لدستة ورق A4 جايين هديه مع الطبعه غير الفاوتشر ال 100 جنيه اللي انا قلت عليه. وكمان الطبعه دي بتطبع عدد ضخم من الورق في الحباره الواحده زي الطبعه الاتش بي، فبرضه طبعه اعتماديه جدا تقدر تعتمد عليها. الغريب بقى ان انا لقيتهم عاملين عروض مش على الحاجات الالكترونيه دي بس، لقيتهم عاملين عروض على خلاطات وثلاجات وغسالات وادوات منزليه، يعني انا ماليش خبره فيهم. واضح ان هم مستغلين موسم الباك تو سكول في ان هم يعملوا عروض على كل حاجه عشان الموقع يبقى عليه عروض لكل حاجه تقريبا انت ممكن تحتاجها، ولذلك علشان برضه ما تفوتكش فرصه للحاجه اللي انت عاوز تشتريها لعل وعسى ممكن يكون عليها عرض، فهتلاقي صفحه خاصه بالكوبونات موجوده على الويب سايت عندهم، وكمان اللينك بتاعها هتلاقيه موجود في الديسكريبشن. الصفحه دي هتلاقي فيها كوبونات على اقسام مختلفه من الويب سايت عندهم، ممكن تستخدم الكوبون اللي انت حابه مع المنتج اللي انت حابه علشان تاخده باقل سعر ممكن. في حاجه كمان بينزلوها كل يوم خميس وجمعه وسبت، هي ليها ليميتد تايم او وقت محدد، والحاجه دي اسمها بوم ديلز او عروض البوم او عروض بيبقى عليها خصم بشكل كبير، ولكن العروض دي بتكون محدده بوقت معين، وتحديدا يوم الخميس والجمعه والسبت، هم الثلاث ايام دول بس اللي بينزل فيهم موضوع البوم ديلز. وبما ان النهارده الخميس فعروض البوم ديلز بدات تظهر، فانا لفت انتباهي ثلاث عروض منهم خليني اقول لكم عليهم. العرض الاول على لابتوب لينوفو كور اي 3، والجهاز ده جاي ب 4 جيجا بايت رام و1 تيرا بايت ذاكره داخليه، يعني تقدر تقول ان اللابتوب ده بيقدم الحد الادنى من المواصفات المقبوله اللي تقدم لك تجربه كويسه. واللابتوب ده نازل في البوم ديلز ب 5200 جنيه، وفي العادي سعره بيكون في حدود من 5800 ل 6000 جنيه، فاعتقد انه فرصه كويسه للي بيدور على لابتوب في الفئه الاقتصاديه. اما عرضين التانيين من البوم ديلز اللي هتكلم عليهم هم عرضين من سامسونج. العرض الاول على الجالاكسي اس 10 بلس واللي نازل ب 13500 جنيه، واعتقد انه خصم كويس لان السعر المعتاد بتاع الجهاز ده في المحلات بيكون ما بين 14.5 ل 15000 جنيه، وكمان الجالاكسي واتش الجيل السابق نزل عليها عرض هي كمان ب 4100 جنيه. فلازم اليومين اللي جايين تتابع عروض البوم ديلز اللي هم هينزلوها، لان هم مش ثلاث عروض دول بس، لا ده في منتجات كتيره ثانيه وبتنزل لوقت محدد زي ما قلت، فلازم تكون مركز معاها علشان مجرد ما تلاقي المنتج اللي عليه خصم حقيقي ويعجبك تشتري على طول. طيب نيجي بقى للنقطه الاخيره والاهم في الفيديو ده، الا وهي ان انت خلاص يعني لقيت منتج عجبك واستخدمت كوبون الخصم وعمل لك خصم فعلا، فانت هتدفع ازاي؟ فالموضوع هنا بسيط جدا، انت ممكن تدفع كاش وقت الاستلام، ممكن تدفع من خلال كارت الفيزا بتاعك، وممكن تقسط حتى من خلال فاليو ان انت تعمل تقسيط لمده 6 شهور بدون فوائد، وحتى ممكن تقسط مع بعض البنوك اللي بتعمل تقسيط لحد 12 شهر بدون فوائد. فاجمالا هتلاقي تقريبا كل وسائل الدفع اللي انت ممكن تستخدمها، فاختار الوسيله الانسب ليك. بس كده الفيديو خلص، ولكن اي منتج انا اتكلمت عليه من المنتجات اللي قلت عليها في الفيديو ده هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن، واتمنى ان العروض وكوبونات الخصم تستغلوها بشكل كويس عشان تجيبوا المنتج اللي انتوا عاوزينه بسعر اقل. بس كده كان معاكم حمد الخياط، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.